نبدا نعمل التير ليست بتاع الانفستورز لحد ما نخش للشركات. فعندك اول حد هو عبد الله. ف انا بالنسبه لي اكشلي عبد الله اللي هو نفسه من اول سيزون 1 لحد سيزون 4 ما فيهوش اي جديد. هو بنفس الشخصيه، بنفس كل حاجه، بنفس الاستثمارات، بنفس الشركات اللي هو بيخشها، بنفس طريقه الدعم. هو عمل، لا هو عمل حاجه جديده السيزون ده على فكره. هو دعم شركه اللي هي مش اللي هي بتاعت مش فاكر اسم الشركه، بس هو دعم شركه كده كانوا طالبين مليون وحاجه، هم قال لهم خدوا المليون ومش مش عايز اي ايكوتي، فده يعتبر تبرع. فانا بالنسبه لي عبد الله لابين جامد لعادي الصراحه، اللي هو يعني مش عارف هو دي جامد ولا عادي. انا شايف ان هو عادي. لا بس برضو كان عنده اوفرز حلوه قوي. يعني مثلا اوفر ظاهر ان هو كان عايز يستحوذ على الشركه عشان ياخدها وتشتغل في مدينه نصر وهكذا يعني. انا شايف ان هو كان جامد السيزون ده يا جماعه. هو كان جامد فعلا. عبد الله كان جامد السيزون ده. التبرع بتاعه اللي هو الدعم في البيئه. لا عبد الله كان جامد السيزون ده. كان جامد، حرام انه يبقى عادي السيزون ده. ايمن ايمن بالنسبه لي كان خلقه ضيق. يعني في اول السيزون كان لطيف وبيضحك وبيهزر، اخر السيزون كان خلقه ضيق جدا. أم... ف... فبالنسبه لي كان عادي السيزون ده خالص. يعني السيزون اللي فات كان هو ممكن يكون الجامد جدا، لكن السيزون ده كان عادي جدا. اللي هو نفس ايمن عادي، بس هو خلقه ضيق. يعني ما كانش بيدي الناس مساحتها انها تتكلم وتدي رايها. ولا يعني كان عادي. يعني كان عادي يعني مش ده. هند صبري جت كام حلقه. فجت حلقتين اكشلي. فيعني مش هقيمها الصراحه. ما فيش اي تقييم. مفيش اي حاجه. نور السويدي يعني انا الصراحه مش عارف اقول ايه، بس هي يعني اللي هو مش اللي هي الجامده قوي، ولا هي الوحشه قوي يعني. لا جت واستثمرت وحطت فلوس. وفي نفس الوقت يعني اسئلتها صحيح عاديه وهكذا، بس اهو ممكن نقول يعني انها يعني احمد طارق يعني. هو ده بالنسبه لي صعبه. ممكن نخلي احمد طارق بشوي في الاخر. وحماده هن انا نسيت اسمه. احمد طارق عادي. انا لو حطيته عادي انا هيحط عليا. بس خليه في الاخر. دينا غبور بالنسبه لي صراحه، انا السيزون ده انا مش فاكر لها اي حاجه. دينا غبور السيزون ده انا مش فاكر لها حرفيا اي حاجه، لدرجه ان انا نسيت اسمها فعلا. مش فاكر ليها اي استثمار ليها. مش فاكر. اسئلتها كانت عاديه. حتى لما كانت بتقول اوت، مش حتى لما كانت بتقول، هي معظم 99% كانت بتقول اوت. كانت بالنسبه فالويشن عالي. فالويشن مش بتدي. ما حسيتش. انا شايفها بدون تقييم صراحه. يعني انا ما حسيتش باضافه قويه السيزون ده منها. اختين بدون تقييم. ما علينا. بدون تقييم. حماده واحمد طارق وبشوي. طيب بالنسبه لي حماده السيزون ده كان موضوع الرويالتي ده بجد. لا ده ما فيش اوفر الا وعايز رويالتي، عايز 2% رويالتي. انا عايز رويالتي وخلاص. فانا مش فاهم يعني. انا بالنسبه لي يعني. بس لا هو برضو حط استثمارات كتير، فممكن نقول عادي، لان هو استثمر في شركات كتير. فممكن نقول عادي، لان برضو حتى هو الفيدباك بتاعه وعنده عقليه معينه، والراجل كلنا عارفين توجهاته لايه وهكذا، فممكن نقول عادي. لكن موضوع الرويالتي ده بوخ يعني على فكره. لما فيش موضوع رويالتي
انا كان ممكن احطه جامد جدا عادي او جامد، لكن الرويالتي ده بجد ومعظم الاوفرز بتاعته برويالتي، وما بحسش ان هو جاي يستثمر. بحس ان فاهم هو ما بحسهاش استثمار قوي يعني. احمد طارق بالنسبه لي السيزون ده بالذات، يعني السيزون اللي فات يا جماعه ما كانش حد بيتكلم عن احمد طارق بالطريقه دي، السيزون ده بالذات كل الناس اتكلموا عن احمد طارق، عشان هو كل ما حد يخش له هو يقول له انت بتعمل ايه غلط وبتعمل ايه صح، ويفضل يسال اسئله وهكذا. انا الصراحه محتار احطه ما بين جامد وجامد جدا، وفي نفس الوقت انا ليه محتار احطه جامد جدا ما احطوش جامد جدا ليه؟ عشان معظم الاوفرز بتاعته كانت عاليه. بحس ان هو بيستحوذ على الشركات، مش يعني مش بس بيستثمر، لا هو بيستحوذ عليها، بيحاول ياخد اكبر ايكويتي منها، اكبر نسبه منها. فانا شايف ان هو كان جامد، لكن مش جامد جدا. جامد وجامد عشان الاسئله بتاعته، عشان هو فعلا، لا هو جامد. انا شايفه جامد صراحه، يعني مش شايفه فوق جامد جدا السيزون ده. يمكن السيزون اللي فاتت كانت جامد جدا بالنسبه لي يعني. السيزون ده بالنسبه لي عادي يعني، فاهم؟ هو ما بين هو جامد، هو ما حدش يقدر يقول على احمد طارق مش جامد يعني. بالنسبه لي بقى بشوي ده جامد جدا من غير ما افكر. صراحه يعني بشوي اول حاجه الايكويتي اللي بياخدها بياخد ايكويتي. انا من شايفه هو اقل واحد بياخد ايكويتي، بيطلب ايكويتي. واحد فير، شخصيته بحس ان هو حقاني وطيب، لكن برضو ما ممكن في الفلوس مفيش حاجه اسمها طيب وشرير، بس هو هو مش هيجي عليك لو انت لو حاسس ان انت يعني كويس. انا فاكر له اوفر بتاع جوريلا لما قال له ان الانجل انفستور اللي داخله معاه كانت داخله برقم معين، فقال لا فهو ما حبش يقل عن الرقم ده وقال له فير واداله رقم اعلى. ف... فانا بالنسبه لي اجمد شاركس السيزون ده كان بيشوي. الراجل ده كان بيخش تقريبا كان بيخش في شركات كتير، كان بيخش في شركات هو بيفهم فيها وما بيفهمش فيها، فده برضه نوع من انواع الدعم. فلا انا شايف ان هو كان اجمد شارك السيزون ده كان بيشوي. انا مش عارف يا جماعه انتوا موافقيني ولا لا على التقسيمه بتاعت الشاركس السيزون ده ولا لا؟ ايه رايكم في كلامي؟ نيوتري فاتس من الشركات اللي هي بتصنع منتجات غذائيه، وخدت اوفر من احمد طارق تقريبا 40 مليون قصاد 40%، حاجه زي كده. المهم ان هو كان يعتبر استحوذ على الشركه، حاجه زي كده. انا شايف ان النيوتري فيتس شركه جامده، لان هي فعلا اول حاجه بدات تصدر على ما اعتقد، و اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كانت لا يعني بتصنع لكل الناس اللي اي حاجه ليها علاقه بالشركات اللي هي عارفين انتوا اللي بتعمل اغذيه، حتى الشركات اللي جت شارك تانك وبتقول لك احنا بنعمل منتج سناك صحي، هي هم دول اللي بيعملوه ليهم. فهو كمصنع جامد، بيصنع بيحاول ان هو يطلع بره مصر. فانا شايف انها شركه جامده. طيب كملي دي بتاعت البنت السودانيه اللي جت اسمها مودة، اللي هي بتاعت البيوتي سنتر البيوتي اللي هي السكين كير برودكتس يعني. والشاركس بقى كانوا منبهرين، والبنت يعني كانت ناقص تقول هي اللي اوت. ف فاعجبوا بالبرودكت بتاعهم وهكذا يعني. فانا شايف انه كان برودكت عادي، المنتج حلو، بس هو برودكت عادي جدا موجود منه عادي، ما فيهوش حاجه جديده. الفكره ان هو منتج سوداني، والبنت فعلا شاطره جدا. فالبنت شاطره، بس المنتج عادي يعني، مش المنتج اللي هو الواو يعني اللي انا اقدر اقول عليه لا ده حاجه جامده قوي يعني. كارفيستا انا مش فاكره عباره عن ايه صراحه. كارفيستا ده كارفيستا بيعمل ايه؟ مش فاهم.
ودي حاجه، ده معناه ان هو ما علمش معايا. اه، صيانه للعربيات تحت البيت. اوكي، افتكرته. وده ما خدش اوفر تقريبا. ده ما خدش اوفر تقريبا. حرفيا انت دخلت على الويب سايت، هم عاملين لك الليسته بتاعت البيمنت ميثودز اللي انت ممكن تدفع بيها. طب انا استفدت ايه يعني؟ ماشي يعني، دي حاجه حلوه، بس اهم حاجه المنتج نفسه. آه يعني مش حاسه. انا فاكر افتكرت البتشاو، وافتكرت كانت مشكلتي معاه ان هو ان هو اصلا ان هو يوقف حته في الشارع ويعمل فيها المنتج وكده. او يعمل فيها الصيانه وكده، مش يعني دي حاجه غلط. طب الميه اللي هتبقى في الشارع، طب الكومباوند نفسه ممكن يرفض. في حاجات كتير، فكان عندي اسئله كتير ناحيه المنتج ده، وفي الاخر حتى ما خدش اوفر انا فاكر. فيعني انا مش يعني بيبي ستار كان منتج وخد اي ثينك اوفر، بس مش فاكر من مين. وده منتج اللي هو ايه، الامهات اللي عشان تنظف بيه اماكن مكان الطفل وهكذا يعني، ولو البقع وهكذا. آم، شايفه عادي يعني، مش حاجه. يعني انا كانت مشكلتي معاه برضو في البتشايه، لو رجعنا للرياكت بتاعي، ان في الاخر انا كنتش فاهم هم عايزين إن يركزوا على بس الولاد الصغيره والامهات اللي هي لسه بتولد وهكذا ولا لا. لكن انا شايف ان هو منتج عادي يعني، مش هو الواو. الفاليو بروبوزيشن بتاعه المفروض، هم قبلوا في اوفر حماده افتكرت، وخدوا رويالتي، واحمد طارق حاول انه يقول لهم انتوا الرويالتي هنا هتاذيكوا، انت ما بتعرفش لما تسكيل هتبيع بكام والمارجن بتاعك هيبقى بكام. فممكن اقول ان المنتج حلو، بس بحس البتشاي كانت عادي جدا يعني. لكن انا بقيم هنا منتج، لا المنتج عادي يعني. طب انا مش فاكر ده ايه، انا مش فاكر الشركه دي ايه. ايه اللوجو ده بجد يعني؟ انا ايه الشركه دي؟ يعني حد فاهم؟ حد فاكر الشركه دي ايه؟ طيب بو هوم. خلينا نشوف الشركه دي في الاخر. خلينا في الاخر نرجع لها نشوف لها ايه الدنيا. ما دي مشكله، ان اللوجوهات اللي الناس بتختارها بتبقى غريبه. لا مش فاكرين، ما حدش فاكر. بو هوم. انا بو هوم مش هتكلم صراحه تاني، مش هتكلم تاني يعني. انا شايف ان هو مش هتكلم تاني معاهم. ايه هلبو ديت؟ ايه هلبو ديت يا جماعه؟ ايه هلبو ده يا جماعه؟ بيعمل ايه؟ اوكي. قروض العربيات دي ولا ايه؟ مش فاهم يعني المنتج بتاعك ايه؟ سيف اند سبيدي رود اسيست. يعني انا لو عطلان اكلم الونش، ونش بنزينه بطاريه. طب ده حلو ده يا جماعه، ده منتج حلو. انا تقريبا ما اعرفش ما حضرتش البتشايه بتاعتها تقريبا، ما عملتش رياكت عليها. فممكن اقول ان هو منتج حلو. منتج حلو. لو الواحد عطل يكلم الهوت لاين، ما اعرفش هم هيردوا عليه في قد ايه وهيوصلوا له في قد ايه. ما حضرتش البتشايه، بس هو منتج حلو يعني، فاحطه في عادي. بيت السعد. ده بتاع النجف، وخد اوفر انا فاكر، وكان عليه هايب وكده يعني. ممكن نقول يعني ذا ناينز. ايه ذا ناينز ده؟ طالما اسمك معلمش،
في حاجه غلط. طالما اسمك ما علمش في حاجه غلط. البراند براند شنط ولا براند كفرات؟ تقريبا براند كفرات، صح. كاب هولدرز كفرز ده ماشي يعني، بدون تقييم. هافانا انا جامد بالنسبه لي، يعني بالنسبه لي احلى حاجه فيه ان هو كان ان هو ايه، انا خلاص يعني ده منتج محلي وهينافس وهيغير المنتج يعني هروح لمنتج تاني غيره. يعني يعني انا يعني بدل ما بستخدم منتج مستورد، انا هستخدم المنتج ده وهيديني اعلى قيمه من المستورد وبسعر محلي. فمنتج صراحه شايفه حلو جدا. شايفه شايفه حلو جدا. فممكن يعني انا محتار احطه جامد ولا عادي. المنتج حلو، ممكن نقول عادي، لان انا شايف ان هو عادي ومنتج حلو جدا. يعني ممكن احطه في اول العادي كمان يعني هو ممكن يكون ما بين العادي والجامد. امتى هافانا يبقى جامد بجد؟ لما بجد يعني يظبطوا الماركتنج، ويعرفوا يبيعوا على حته ان هم فعلا. انا بجد كنت بقول للفاوندر المؤسس هافانا كده: انت اديتني شراب نفس شراب المستورد وبجوده اعلى. فانت لازم تفهم الكونسيومر او المستهلك بتاعك كده. طيب سفنكس بتاعت الجزم، اللي هي بتبيع الجزم السيفتي وبتعملها في مصر. ف بدل ما تجيبها بقى من الاجنبي او تستوردها وهكذا، فطبعا جامد. طبعا جامد لان ده مطلوب جدا. ده مطلوب جدا، فده طبعا دي شركه جامده. ده اللي تشورز. ده اللي تشورز. تشورز اللي هي الاسباني، اللي هو بلح الشام الاسباني. ماشي. يلا حجز. ديت يا جماعه ده اشهر. ده اشهر بتشايه انا عملتها عندي، هي كانت بيلا حجز، مش عارف ليه. بالنسبه لي دي مفيش شركه اصلا. بس مع ايمن عباس، انا اللي ملاحظه انها مع ايمن عباس بدات تتطور، بدات تزيد. ايمن عباس يا جماعه بيساعد الشركات اللي هي بتروح معاه بجد بطريقه قويه جدا. فلا يعني يلا حجز ممكن نقول يعني، ممكن نقول يعني مش حاسس ان في بارير قوي. البارير هنا بتاعهم هو السكيلابيلتي. مع ايمن عباس صراحه هتبقى الدنيا حلوه. آه انا مش عارف اقرا اسم الشركه. والله ما عارف اقرا اسم الشركه. ايه اللوجو ده بتاع ايه؟ ايه ده؟ اسم الشركه ايه؟ كويانا. اه اوكي. انا ما حضرتش البتشايه دي برضو. بس اللي انا فاهمه كينونه باين. كينونه اوكي. اللي انا فاهمه ان هم بيبيعوا الشجر او الحاجات اللي هي الحاجات ديت. انا شايف ان اسعارهم حلوه. يمكن اللي مش عاجبني للاسف الحاجه اللي بتتحط فيها الشجره. بس الاسعار بتاعتهم حلوه جدا يا جماعه. يعني انا ما حضرتش البتشايه بتاعتهم، بس الاسعار حلوه. ده غالي قوي. لا برضو انا حاسس كده الاسعار غاليه. يعني ديت 830 جنيه ليه؟
طبيعي. حلو السؤال ده. يعني مثلا تعالى نخش على الام 5000 جنيه ديت، كان جايب واحده ب 5000. تعالى نشوفوا اكشلي اغلى حاجه عندهم ايه. تعالى نشوف دي مثلا، هل دي طبيعي؟ انا حاسس ان ده طبيعي يا جماعه. هل ده طبيعي؟ شكله طبيعي. لو الاسعار ده طبيعي يبقى جامد، ولا انا غلطان؟ جيت فري بلاند دكتور فيزيت، لا لا ده شكله طبيعي. حد حضر البتشايه دي يا جماعه؟ طالما كاتبين كير انستراكشن فور اتش بلانت، ده معناه ان هي طبيعي، صح؟ ده معناه ان هي طبيعي. اصل انا ليه ههتم بزرعه هي مش طبيعيه؟ ف يعني ممكن نقول عادي، هي ما بين العادي ويعني فممكن نقول عادي. في نوع انا جربته، في نوع خد اوفر من الاخر مع اختين. انا جربته ما عجبنيش، يعني أنا ما حسيتش يعني، حسيت البتشايه هنا بتشايه عاليه على الاخر، المنتج هنا في الاخر يعني ما حسيتش بحاجه. فيعني مطعم زي اي مطعم يعني، ما حسيتش، بالعكس ممكن يكون، مش عايز اقول يعني اقل من مطاعم كتير، بس ها مش حاسس يعني. ايه ده؟ طيب اللوجو ده بتاع ايه؟ حد يعني، اللوجو ده بتاع ايه يا جماعه بجد؟ ما علينا، نخليه في الاخر. ديدوز اكيد فاكرين ديدوز يا جماعه، صح؟ اللي هو اللي هو برضه خد اوفر من احمد طارق، وان الراجل كان في الكوميونيكيشن سكيلز جامد وقدر يتفاوض بطريقه هايله وهكذا يعني. ف خلينا هنا بقى نقول حاجه. الراجل او الفاوندر مؤسس الشركه كان جامد قوي، بس المنتج عادي يعني. هو ديدوس بالنسبه لي البتشايه، المؤسسين او المؤسس جامد قوي، بتشايه او المؤسس جامد، لكن المنتج هو سناك وغير صحي. فيعني اللي هو مش المنتج اللي هو السوق مستنينه وجامد جدا وعظيم وبتاع. طعمه حلو على فكره، ممكن يكون طعمه حلو، ما جربتوش، ممكن يكون طعمه حلو وكل حاجه، بس انا بالنسبه لي هي البتشايه كانت الهايب عليها الاشخاص نفسهم المؤسسين، لكن المنتج في الاخر ايه؟ سناك غير صحي. سناك ممكن يكون حلو، مش عشان غير صحي ايه ده ما نقيموش؟ لا نقيمه، لان في ناس بتستهلك ده، انا ساعات بستهلك سناك غير صحي. فانا شايف ديدوز كان عادي، او يعني انا محتار بحطه ما بين عادي ويعني، بس ممكن نقول يعني مش عادي كمان. بيور باترز ده تقريبا البراند السوداني اللي هو بتاع البينت باتر، صح؟ بينت باتر، يس. وبيقدم، ما حضرتش البتشايه برضو، لكن بيقدم البينت باتر بطريقه صحيه و... فده ممكن برضو اقول عليه عادي يعني، ممكن اقول عليه عادي. واي مور، لان انا مش بحب البينت باتر عاده يعني، بس فعلا معظم البينت باتر اللي موجوده في السوق مش في حاجه مكونات غير صحيه، لكن ده بيقدم لك اي ثينك كل حاجه صحيه، ده حاجه حلوه جدا. طيب ايه واي مور ده؟ يا ربي شنط، صح؟ دي شنطه، افتكرته افتكرته يس. انا حاسس ان الصوره ديت على بروفايل واحد، صح؟ ده اكيد ما هو بروفايل واحد وحاطط يعني.
ما علينا، ما علينا. هاكسل بتاعت الجزم. انا فاكر ان انا انتقدتها في البتشايه. انتقدت في الاخر، حسيت ان هو برضو المؤسس كلامه كان ميك سنس شويه. انا هحط المنتج عادي. انا منتظر منهم يظبطوا الاسعار شويه الصراحه. انا حاسس ان الاسعار لسه محتاجه تظبط. هم بيقدموا جزمه مصري 100%، بيصنعوها. اللبس حلو على فكره، اللبس شكله حلو الصراحه. لكن انا مش هاممني اللبس، انا هاممني الجزم دلوقتي. فين الجزم؟ فوت وير، يس سوري. اوكي، بدأوا يقدموا تصاميم جديده. لا 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 لا، كده كده احنا نغير. هو حاطط اوفر بس ب 2000 جنيه، ب 2000، ب 1000 ونص. طبعا دي التصاميم اللي احنا كنا شايفينها قبل كده، بس انا عاجبني الجزمه دي قوي. الجزمه دي عجباني قوي. لا لا، انا صراحه بدات احس ان هو المفروض يتحط جامد. يا جماعه، موضوع انك تعمل جزمه مصريه في المية ده مش سهل، وهم بيعملوا جزمه مصريه 100%. وانا شايف تقدم من بعد شارك تانك. يعني الاسعار، اتمنى ان هم يثبتوا الاسعار دي، ما تبقاش اوفرز. اتمنى ده يبقى السعر. اتمنى ده يبقى السعر، مش تقول لي 3000 جنيه للجزمه، تقول لي 1000 ونص للجزمه. الجزمه دي حلوه، الجزمه دي حلوه قوي. ما عندوش فرايتيز كتير في ال او كلها اوت اوف ستوك للاسف. يمكن عشان كده هو حاطط عليها اوفر. لكن الجزمه دي حلوه قوي. طب الجزمه الاورنج ديت؟ لا لا لا، طالما جزم يعني شوز ريد، بس ممكن نستخدمه في عادي في يومنا عادي. يعني الشوز ده مش لو مشينا بيه في يومنا مش هيقول لا. لا، انا بدأ يعني انا شايف. بص، اللبس شكله حلو، خلينا اكون صريح، اللبس شكله حلو قوي، عاجبني قوي ديت. دي عجباني جدا، ده عاجبني جدا. لا، اللبس حلو، لكن اهم حاجه الجزمه. الجزمه مش اي حد يعرف يعمل جزمه مصريه في المية وبكواليتي عاليه. انا هحطه جامد، انا هحطه جامد. دي من اكتر الحاجات اللي بتقول لكم ان انا فير، ان انا في البتشايه انتقدتهم جامد. لكن انا دلوقتي شايف اسعار اتظبطت، واتمنى ان ده ما يبقاش لوقت قصير، اللي هو اوفر لوقت قصير. لا، يفضل دي الاسعار دي، تبقى دي الاسعار، ان الجزمه ما تعديش ال 2000 جنيه، 2100 جنيه زي ما انتوا حاطينها كده. تبقى بصراحه وين، بيج وين كمان. فانا لا، انا احطهم جامد صراحه. طب ايه الشركه دي طيب؟ خلي الشركات اللي انا مش عارفها في الاخر دي بندور عليها يعني. طيب، ودي برضو يا جماعه رساله والله، الناس اللي بتعمل اللوجز بتاعت الشركات، يا جماعه اعملوا لوجز بجد. يعني الناس تفتكركم بيها. انتوا لسه شركات جديده، يعني مش شركات اللي هو هشوف علامه الصح عارف ان دي نايكي. لا، انتوا لسه شركات جديده، فانا يعني دماغي هتنساكم. لازم اللوجو بتاعكم يفكرني بيكم. كيك، لو انتوا مش فاكرين كيك اللي هو السناك الصحي، وده برضه من اكتر البيتشات اللي انا يعني الريلز بتاعتي اتشهرت بيها. مفيش شركه اصلا، يعني مفيش شركه اصلا. انا مش شايف ان في شركه يعني وقت البتشايه، وقت كل حاجه، مش شايف حاجه ممكن. يعني فانا ممكن نشوف هم وصلوا لايه برضه. يعني اصلا اكبر حاجه مشكلتي معاهم اسمهم نفسه على اسم كيك هيلثي سناك. تعالوا نشوف هم عملوا ريبراندنج. اسعارهم حلوه. دول اللي خدوا 600,000 من ايمن عباس، مقابل ان هم يعملوا 25 مليون، 20 مليون، حاجه زي كده، مش فاكر. يعني انا بالنسبه لي الماركت ده اصلا عندهم. يعني مش بس انتوا عاملين ريبراندنج، والريبراندنج جامد، وعاجبني الويب سايت دلوقتي.
ويب سايت عادي بس الويب سايت حلو جدا، ستريت فورورد جامد، بس ستيل انا يعني بالنسبه لي بدون تقييم. دي تقريبا شركه التشيس اللي هي بيعلم الاطفال مش فاكر اسمها كالعاده، مش فاكر اسمها، يعني اللوجو هنا انا فهمت ايه منه. بيعلم الاطفال ان هو يلعب ان هم يلعبوا شطرنج، فده طبعا بيمرن دماغهم وهكذا واي كيو. فانا شايف انها شركه عاديه، مش فاكر اسمها والله. يعني كنت يعني دي مشكلتي مع اللوجوز يا جماعه، اللوجوز بجد ما يعني بصوا هنا نيوتريفيتس مثلا، لوجو نيوتريفيتس مش حلو بس كاتب اسمه على الاقل. سفنكس معلمه معايا باللوجو بتاعها، يعني اللوجو بتاعها علم معايا. هاكسل كاتبين اسمهم، هافانا كاتبين اسمهم، كاملي، بيبي ستار، هيلبو. انا ما اعرفش ايه هيلبو، ما حضرتش البتشايه بتاعتهم، بس كتبت هيلبو لقيتهم. ده ما كنتش عارف اقراه. فبجد يعني يا جماعه اختاروا، يعني اللوجو بتاعكم مهم. يعني مثلا واحد زي ده دلوقتي، انا فهمت ايه دلوقتي من اللوجو ده؟ مش عارف ده لوجو ايه، نخليه في الاخر بنسرش عليه. خيال انا شايف ان هو منتج نوعا ما جامد او عادي. ليه؟ لان خليه جامد. ليه؟ لان هو عايز يعرف الناس الخيل ده نايدن، ده نايدن اوكي. طب كويس، بنشوفه. ما اعرفش ايه نايدن. نايدن بتاع المعجون السنان، اوكي. طيب خلينا نرجع لخيال طيب وبنشوف نايدن. خيال يعني اتلخبطت. بس انا فهمت ايه من اللوجو ده، يعني بجد اللوجو ده انا فكرني بيه ازاي؟ هفتكر ازاي ده نايدن طيب من اللوجو ده؟ ده معناه ان اللوجو اللي عمل لهم اللوجو بجد فشل، لان انا مش فاكره. المهم خيال انا ليه حاطه جامد يا جماعه؟ عشان ال عايز ينشر ثقافه معينه، ثقافه الخيل في مصر. عايز يعرف الناس ان احنا في مصر عندنا لوكيشنز اجمد من بتوع دبي والخليج. فاحنا لو عندنا ثقافه الخيل احنا ممكن نعمل نبقى افضل منهم. ف وعايز يمرن الناس، مش مجرد خد يوقفك على يركبك الخيل وتمشي وبعدين يحسب لك تايم والحوارات ديت. فلا لا لا انا شايف ان هو جامد، منتج جامد. ومنتج من المنتجات اللي انا مش عارف اسمها ايه برضو. انا مش عارف ايه اللي يعني مش فاهم يا جماعه. ولا ده برضو ايه ده؟ طيب هنرجع للاخر هنشوف ايه هنشوف ايه الشركات دي بجد. انا هراجع الليسته بتاعتي. ده بتاع البنت اللي بتصمم تصاميم، واللي عندها اسمها ايه؟ سميرة ابو العز، اللي هي قالت ب 19000 جنيه ولا ب 15000 جنيه حاجه زي كده. سميرة ابو ابو العز، ايوه هي دي اللي هي ب 19000 جنيه حاجه زي كده سمية ابو العز. انا بشوف ان اسعارها غاليه يا جماعه، اسعارها غاليه قوي. انا كان اعتراضي على بس اللبس مش وحش، السكارفات عندها غاليه قوي. سكارفات حلو بس غاليه قوي. انا اكتر حاجه عجباني السكارفات. ممكن نقول انه عادي، لان برضو بص بس ده ليه يعني؟ ده ليه ب 8900 جنيه برضو؟ ما هو ايه الخامه طيب؟ الماتيريال جخ، ماتيريال عاديه جدا. ليه ب 9000 جنيه؟ ارت وكل حاجه، بس يعني هل ده ندفع يعني ندفع فيه 9000 جنيه؟ انا الصراحه اقول يعني شكله حلو وكل حاجه وعلى عيني، بس يعني حتى انت مش بتستخدمها خامات حلوه او خامات غاليه. جيم جورو، ايه جيم جورو ده يا جماعه؟ ما حضرتش برضو الاسعار دي. ايه الاسعار دي؟ لا بجد ايه الاسعار دي؟ على ايه يعني؟ مش فاهم.
الاسعار دي طبيعيه يا جماعه؟ ابقى هرجع اشوف البتشايه بتاعتهم، ابقى نعمل ستريم ونشوف البتشايه بتاعتهم دي عباره عن ايه. لا بس اسعار غبيه قوي، اسعار غبيه قوي بدون تقييم طبعا. تشاجب، تشاجب طبعا ده اكتر منتج انا في السيزون ده انتقدته، بس انا لما جربته حسيته انه عادي يعني. هو منتج بيستهدف ناس معينه قوي، ناس معينه قوي، وغالي جدا. مشكلتي معاه انه غالي على فكره يا جماعه، مشكلتي مع تشاجب انه غالي. فممكن اقول انه يعني، عشان اكون صريح. انا من الناس مش بحب الميه، يس يس. لو مش بتحب الميه فلا تشاجب مفيد ليك، مفيد ليكي جدا. فانا جربته وهو عندي بستخدمه، بستخدمه كتير، بشرب منه. بيخليني اشرب كتير، يعني المنتج ده بيخليني اشرب كتير. ف ف فهو مش المنتج اللي هو هيبقى اللي اقول عليه جامد في السوق، بس هو يعني هو جامد للناس المعينه ديت. مظبوط. كاكا سكواد، كاك سكواد كانت بتشيع عباره ان هو جاي يعمل اعلان لشركته. صراحه يعني كان جاي يعمل اعلان وش. حتى هو كان فرحان اول ما ايمن قال له خلاص انا اوت. بس يس. آه انا تجربتي معاهم ان هو كانوا اول مره كانوا جامدين قوي، بعدين بقى الكواليتي كنترول عندهم بقت وحشه. فيعني كاك سكواد يعني، يمكن يعني دي احسن برودكت فيهم ممكن يكون تشاجب، سميه. لحد دلوقتي تشاجب احسن منتج في يعني. واحسن منتج هنا في دول كيك. الباقيين ما كيتو دايت. ايه كيتو دايت ده؟ يعني ايه ده؟ ايه الشركه دي؟ ما علينا. ايساك ديت اي ثينك دي شركه الاوتوميشن اللي جت شارك تانك، بتاعت مهندس كده مش فاكر اسمه ايه. ايساك، ايساك ايوه هي ديت ايساك اوتوميشن. طيب ايساك اوتوميشن ديت كانت بتشاي وكان داخل طالب 40 مليون، وبعدين الشارك تانك مش الانفسترز او الشاركس كانوا مندهشين من السعر وهكذا. لكن ده يا جماعه بيقدم اول حاجه عنده اكاديمي بيمرن الناس، بيدرب الناس، بيطلع مهندسين كتير. بينافس الاجنبي بيحاول ياخد السوق من الاجنبي. آم، بيقدم منتجات، او بيقدم خدمه مهمه قوي للمصانع، الاوتوميشن، الهاردوير والسوفت وير. لا انا دي ممكن تكون اجمد شركه جت السيزون ده الحقيقه يعني، عشان اكون صريح. اجمد شركه جت السيزون ده كانت اي ساك ديت. كفايه انه بيطلع يا جماعه، لما انا كفايه الناس اللي شكرت على المهندس اللي هو صاحب الشركه ديت عندي في الكومنتس كتير، ان هو بيعلمهم وبيطلعهم بره مصر وبيشغلهم بره مصر. في ناس كلمتني وقالت لي احنا في ايطاليا بسببه. لا يا جماعه كفايه الاكاديمي اللي عنده. المجال ده مجال مش سهل. لا اجمد شركه جت شارك تانك السيزون ده هي ديت، واكتر شركه اتظلمت هي ديت انها ما خدتش اوفر. لان الشاركس كانوا شايفين ان هو بي بي يعني طالب رقم كبير. فرو بابس اشهر فيديو عندي على اليوتيوب. بس هو في الاخر ايه؟ منتج لوليتا يعني، مش حاجه. يعني منتج لوليتا، فاهم؟ لوليتا بنت ناس، اللي هو بس فاكهه طبيعيه وكذا يعني يعني يمكن ديت ممكن تيجي بعد تشاجب يعني. طيار ده على ما اتذكر طياره ايه، بس لا طيار
ازيك يا عدوي، عامل ايه؟ طيار. ايه ده؟ يعني هو طيار، البتشات بتاعته كانت وحشه خالص. انا شايف ال ال يعني المستقبل بتاعه مش معروف. هو بيبيع بيبيع هو عمل ريبراندنج صح ولا انا غلطان؟ اه بالظبط. هو بيوصل الطيارين بالشركات. سون دي قصده على مين يعني؟ ف ممكن نقول ان هو بقى عادي، ممكن نقول ان هو عادي يا جماعه، وعادي ده يبقى اول واحد فيهم. لان منتج وعامل ارباح وبيوصل الناس، وبيجيب وبيجيب لهم وبيجيب لهم الدرجات، بس هم اللي بيحاسبوه عليه، وبيجيب الكهرباء. فلا لا يعني ممكن نقول ان هو عادي، ممكن نقول انه عادي. كاليستا اي ثينك اللي هي كانت في اخر بتشايه، او في اخر حلقه. بتاعت المؤسسه اللي هي شعرها طويل قوي دي. مش هو ده؟ لا ما كانتش شنط. مش هو ده برضو، مش حاسس ان هو ده. هاي كاليستا. اعتقد هي دي. هي دي يعني. بلوم. 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 الراجل انا فاكر طول البتشاي بلوم بلوم بلوم. منتج جامد. خلينا نقول انه منتج جامد. ليه؟ هو بيعمل الكواليتي الالماني في مصر. اي حد يا جماعه، اي حد هياخد منتج مهم عامه، المراتب والمخدات والكلام ده، اي حد مصري هيعمل منتج الناس بتستورد فيه وتحط فيه فلوس كتير، وبتجيبه من الاجنبي، بس هيعملوا احسن منهم، او على الاقل يعمل اقل منهم. لا لا، احنا لازم ندعمه ونسنده. فبلوم بجد لا منتج جامد. واتمنى ان هم ينجحوا يعني. بلوم للاسف بالنسبه لي انا اسعاره غاليه، بس هو طبيعي لان هو بيستخدم ال... ال... بيستخدم الكواليتي العاليه جدا. وجايب الحاجات العاليه في موضوع الهوسبيتاليتي والنوم والسرير وهكذا يعني. فلا لا لا، انا شايف ان هو منتج جامد صراحه. جوريلا ما اقتنعتش. يعني انا مش مقتنع، ما اقتنعتش بجوريلا عشان اكون صريح. حاسس بس هو بيعمل حاجه برضه، ان هو براند مصري. براند مصري رياضي، احنا ما عندناش براندات سبورتس وير. لا لا، منتج ما بين العادي والجامد. لان كان ناقصه حته، كان ناقصه ان هو يظبط الاسعار. يعني انا شايف الاسعار بتاعته بجد. ده عمل تعديل على الويب سايت ولا لسه؟ الويب سايت تقيل قوي يا جماعه. دول سمعوا الكومنتس بتاعتي في الريل، عملوا تعديل على الويب سايت. طب تعالوا نشوف كده صور الموديل اللي عندهم. برضه نفس صور الموديل. جايبين لك واحد ضخم. هو ايه ده؟ ده اي اي. ده اي اي صح؟ بصوا ايه اللي على ايده ده يا جماعه، تحس انه اي اي. برضه جايبين لك الناس اللي هي الضخمه. يمكن عشان بصوا انا هحطه عادي.
بس في اول العادي الصراحه، لان هو ما بين العادي والجامد. كان بالنسبه لي هيبقى جامد لو الويب سايت نفسه كان كويس، الماركتنج كويس، الاسعار كويسه. ف فانا شايف ان هو عادي صراحه. طبعا انا ما اعرفش. طب دي شركه ايه؟ طيب ما اعرفش دي شركه ايه. طيب ايه اللوجو ده؟ ما اعرفش. طيب بنسل لايت. بنسل لايت اسمه جولدا بيكيا. جولدا بيكيا. اه. ده بيقدم ايه؟ هو من اللوجو بتاعك انا خلاص، يعني اللوجو بتاعك مش حلو خالص. اللوجو بتاعك مش حلو خالص. طب الانستجرام طيب؟ بجد يعني ده براند بطاريات. طيب اللوجو اللوجو يعني انا فهمت ايه من اللوجو ده؟ وايه ده؟ هل دي طريقه بروفيشنال انك تبيع بيها وتبقى ده بروفايل الشركه؟ ايه ده طيب؟ انا حاسس ان مفيش شركه. يعني احساسي انت ممكن تكون شركه وكل حاجه، بس احساسي ان مفيش شركه. ما علينا، بدون تقييم. بنسل لايت. بالنبي يا جماعه برضو اللي معايا في الشات يشوف لي الناس اللي انا مش عارفهم، ده وده ما اعرفش ايه ده، وده برضو معاهم ما اعرفش ايه دول. بنسل لايت برضو حاجه زي ديدوز. ديدوز كان منتج. لا مش زي ديدوز، بس هو الهايب اللي حصل على بنسل لايت ان المؤسس كان جامد في البيتشايه، كان جامد بس بيقدم منتج جامد. يعني مش يعني ده بقى العكس عن ديدوز. بصراحه الكواليتي بتاعتهم عاليه، اسعارهم غاليه. انا كنت بقول في البيتشايه اسعارهم ما بين لا غالي ولا رخيص، بس لا انا حاسس ان اسعارهم غاليه، لان انا عرفت الحاجات دي بعدين تكلفتها كام. يعني انا عرفت الحاجات دي في الاخر تكلفتها داخله على كام. فانا شايف ان اسعارهم غاليه، بس برضه هم بيبيعوا تصاميم، فالتصميم كل واحد برضه بيحط سعره. آه... لا حرام ان هم ما بيبقوش جامد، لان ده براند مصري. انا شايف انه جامد. بنسل لايت جامد. بنسل لايت جامد صراحه. انا شايف انه جامد يعني. طيب ايميز بيكري، اكل وكده يعني، فبالنسبه لي ما استفدتش حاجه والله. اللي هم اختين وهكذا وعاملين يعني ممكن نقول يعني او جي بيز. انا يا جماعه اتكلمت في الموضوع ده، وبجد انا مش عارف ازاي الناس بالنسبه يعني ده مش يو جي سي. محدش يقول لي ده يو جي سي. اليو جي سي ده حاجه انا بقول رايي من غير ما حد يدفع لي ربع جنيه. معنى ان انا احاول اقنع الناس ان انا بقول رايي من غير ما حد، وانا مدفوع لي ربع جنيه، بس اقنع الناس ان انا بقول رايي من غير ما حد يدفع لي ربع جنيه. it doesn't make any sense. من سكه ودغري. محدش يقول لي كده عادي وده منتج وبتاع، لا. انا رايي هو ايه لما اقول لكم رايي. ده جامد جدا. لما اقول لكم رايي و... فانتوا واثقين ان يوسف بيقول رايه بجد، مش بيقول رايه عشان حد دافع له. فلا. نفس النظام. انا حتى الشركه ملهاش لوجو. الشركه ملهاش لوجو نفسها اصلا. دي شركه النحل اللي جت في اخر حلقه. الشركه ملهاش لوجو اصلا. مفيش شركه يا جماعه. ده كان عاملها وورد بريس وكان كاتب this is وورد بريس فيرست هالو وورلد وهكذا. مفيش شركه اصلا. ريبلكس. ريبلكس يس، او ريبلكس يس. الشركه ديت لو فاكرين اللي هو انت لو عايز تعمل حيطه فانت تجيبها وهكذا. برضو بدون تقييم. ليه؟ لان اول حاجه الاسم. تاني حاجه
يعني اسم عمرك ما هتوصل لهم. حتى هم مغيرين ما بدل روبلوكس ريبلوكس، والفرق حرف الاي برضو كل المحركات البحث هتسجست روبلوكس، مش يعني. فالاسم بالنسبه لي هو كان مأزقي مع المنتج ده، ايا كان المنتج بالنسبه لي منتج مشكلته مع اسمه ستانينج. ايه رايكم في ستانينج؟ ستانينج بالظبط، انا شايف كده. انا انتقدتها جامد وناس كتير زعلت مني، بس يعني انا مش شايف غير كده. هو حته يبقى او شاري وايت ليبل من جيت هاب عادي يعني، او جيت هاب ايه، شاري هو موجود اصلا على جيت هاب، وممكن انت تشتريه ب 160 دولار حاجه زي كده يعني، مش حاجه. ودخلنا على الويب سايت، تعال كده نشوف الويب سايت برضه وصل لفين، ممكن يكون وصل لحاجه، ممكن يكون عدل الويب سايت. لا والله الويب سايت لسه بايظ زي ما هو، عربي على انجليزي على بتاع على. لا لسه يعني، انا عارف ان في ناس كتير ضايقت من تقييمي ليه وهكذا يعني، بس لا يعني اللي بعده ده مات. الدواسات برضه بدون تقييم يعني. انا إيه المنتج ان الشركه تكون كلها عباره عن دواسات؟ دماتك. ايه دماتك دي؟ اللوجو كمان مسروق. خطوه عزيزه او ماي جاد، او ماي جاد فعلا. شفتوا انا لساني اتعوج ازاي لما دخلت على الويب سايت؟ الدواسه عندهم دلوقتي ب 4000 جنيه. كانوا يعني في عندهم دواسات ب 4000 و2000. يعني لا يعني انا مش عايز اكمل الويب سايت، كويس انه مش بيلود. زاهر، زاهر اي اي. يعني انا شايف ان هو منتج عادي، منتج عادي، واحنا محتاجين نزود يا جماعه منتجات الاي اي عندنا في الوطن العربي، ان احنا نكون نعمل عندنا منتجات اي اي عشان نستخدم احنا المنتجات ديت بنفسنا. ظاهر انا برضو كل شويه بنطق اسمهم غلط، بقول زاهر. انا عندي مشاكل مع الاسماء، ظاهر اسمهم ظاهر. انا عندي مشكله معاهم. ما عندي يعني لا انا اكشلي عندي مشكله، احنا معانا احنا ان احنا ما عندناش منتجات اي اي كتير، فاحنا محتاجين نزود منتجات الاي اي. فيمكن ظاهر يمكن ممكن تبقى في اول العادي ما بين العادي والجامد. ايه ديت؟ اللوجو مش كامل. رابن رول. افتكرته. دول اللي ما خدوش اوفر حماده، اللي هو كان هيبقى زبون عندهم بخمسه، مش عارف هيشتري منهم ب 100 مليون وهكذا. هو عشان ده انا هحطهم بدون تقييم، او صراحه حرام ان انا احطهم بدون تقييم. هقول يعني هقول يعني طب هو افتكرته اللي هو بتاع 250 الف جنيه. 250 الف جنيه صح، وبيوصل المندوب وهكذا يعني وبتاع يعني. الازرق ده مافريكس، اللي كان بيعمل حاجات من الخردة وهكذا. المنتج ده جامد يا جماعة، بس سعره غالي قوي، بس منتج جامد، صراحة جامد. انا بس بحاول افكركم بيه لو انتم مش، انا مشكلته في الاسم مش عارف اوصل لهم، وفي كذا شركة عايز اوصل لكم والله. يخرب بيت اختيار الاسامي عند الناس بجد يعني، انا مش عارف اوصل لهم بجد. اخيرا هم دول. البتاع ده ب 25000 جنيه تقريبا. البتاع ده سألت عليه ب 25000. طيب انا شايف ان هو جامد يعني، المنتج ده جامد، صراحة جامد، بس انا هحطه. لا ممكن يبقى جامد صراحة، حرام ان هو ما يبقاش جامد. يا جماعة الحاجات دي انا شفتها بتتحط في المولات وهكذا. لا جامد، حرام ما يبقاش جامد، حرام ما يبقاش جامد ده.
منتج جامد. بس بجد مشكلتي مع الاسامي، الاسم صعب ان انا اوصل لكم. ايه مافريكس ان ار ديت؟ وما عندكمش ويب سايت كمان، يعني ايه حوار ما عندكمش ويب سايت؟ ده اكسسوارات، هو بيعمل ده من الخردة. ف فالتفاصيل بتبقى يعني انا شفتها على الحقيقة وصورتها في احد المولات. لا لا جامدة يا جماعة، حرام ده ما يبقاش جامد، حرام البراند ده ما يبقاش جامد يعني. طيب نايل ناتشرال اي ثينك، نايل ناتشرال اي ثينك. ده بتاع الصابون، حد جربه عندي؟ لا لا ده كمان جودة الصور ظلماء يا محمود، انا شفته على الحقيقة، لا جامد، اجمد بكتير من الصور. اه ده اللي هو الصابون بتاعه، يا نهار ده غلى الصابون. الصابون ده كان ب 250، غلابه ب 300 جنيه. مش هقيمك، مش هقيمك. اللي هو البراند، لو انتوا فاكرينه، بتاع الحاجه الكبيره اللي هي يعني طلعت احمد طارق غلطان وكده. نايدن اللي هو براند اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بتاع التوث بيست، اللي هو معجون الاسنان. غلى برضو السعر، كان ب 250 خلاه ب 265. ونزل منتج تاني اسمه وايتنينج 380. طب اللي جربه عندي يا جماعه، ايه نظامه؟ ايه رايكم فيه؟ انا شايف ان هو غالي قوي، ده غلى كمان. في حاجات لسه هو سايبها 250 ده، هي زي ما هي. طعمه حلو طعمه حلو. لا لا انا شايف انه غالي قوي، يعني هقول لي عليه يعني غالي قوي. يعني انا ما عنديش مشكله، انا عايز ادعمك عشان انت منتج مصري، بس انت في نفس الوقت انت غالي قوي. وايه على فكره 50 جرام يعني. طب انا خلاص هروح للسنسوداين، اللي هو مستورد تقريبا. هروح للسنسوداين اللي هو بيديني ال 50 جرام اصلا ب 70 جنيه. ايه دريفتك ده يا جماعه؟ بيعمل ايه؟ بيعمل ايه ده؟ معلش يعني مش فاهم. بيمولك يعني تمويلات وهكذا يعني. مش هقيم. يعني بيبيع كيتوليشيوس، اسمه كيتوليشيوس حاجه زي كده. بيبيع اكل كيتو يعني يا جماعه، الناس اللي بتعمل دايت كيتو يعني. يعني مش حاسه يعني. لا لا ده شكله بيبيع حاجه تانية. ميستري باك ده بيبيع يا جماعه. هو ليه انا داخل هنا على بروفايل واحد مش بروفايل شركه؟ الاكل اللي بقى من المطاعم. بس انا ليه حاسس ان داخل على بروفايل بتاع واحد مش بروفايل بتاع شركه؟ اكل من بقايا المطاعم. يعني انا مش فاهم، ده مش لوجو واحد اتنين. مش فاهم يعني البروفايل بتاع الشركه يعني مش فاهم اي حاجه. ف خليه بدون تقييم، انا مش عارفه الصراحه، مش فاهم. طيب بوكا هوم، خلي دي اخر شركه عشان مش فاكرها. بوكا هوم اللي هو بتاع البيجامات، اللي بتاع الاي اي. دي اخر شركه في التقييم حرفيا. المست بتاع اللي هو ما رضاش يخلي حماده يرش على لبسه. بالنسبه لي منتج اصلا مش عارف، مش مهتم بيه الصراحه. فيعني يعني بدون تقييم بالنسبه، مش هقيمه حتى. ان او بتاع الفازات، انا النت عندي ما شاء الله جامد، عاملين ديسكاونتس. بس لا يعني ستيل غاليين يعني. هقول يعني، لان شغلهم حلو مش وحش. هقول يعني
ليل كيتشن انا رحت جربت ليل كيتشن. طبعا البتشايه بتاعتهم انا مش مفهمتش اي حاجه هم ايه يعني، ايه عايزين يوصلوا لايه. رحت ليل كيتشن جربت الاكل، يعني كان عادي. كان في حد معايا وقال لي ان بطني وجعته، بس كان عادي يعني. انا ممكن اقول ان هو الناشفيل عندهم جامد، ممكن اقول كده الصراحه. لكن المكان نفسه وحش قوي وما عندهمش دليفري. يا جماعه انا كنت باكل جنب كلاب وقطط، كنت باكل جنب مكان فيه، انا قاعد في الترابيزه هنا وجنبي باسكت زباله كبير هم بيحطوا فيه الزباله، واسعارهم غاليه قوي، اسعارهم غاليه جدا. فبالنسبه لي طبعا يعني مش هقيمهم. اسعارهم غاليه قوي بجد على المكان اللي هم فيه اصلا. مطعم لو بادجت، مفيش مطعم اصلا. انا بقول لك كنت باكل جنب زباله، جنب باسكت زباله كبير كده، واسعارهم اسعار مطعم لكشري هاي اند. لا انا الفلوس اللي انا دفعتها عندهم دي اخدها واروح مطعم غالي بجد. عصبت مش عارف ليه. طيب جود ستيل، جود ستيل ده عباره عن ايه؟ طيب مخلفات العماره. عندهم انستجرام؟ طيب عندهم اي حاجه؟ انا شايف ان هم بيشتغلوا مع كلاينتس جامده يعني، مش وحشه. الكلاينتس بتاعتهم جامده اصلا. طيب ممكن نقول ان هو عادي. بيشتري فيتامينز للاطفال صح؟ فيتامينز للاطفال. ماشي. ممكن نقول انه عادي. عامة السيزون ده يا جماعة انا اديله 6 من 10 مستريح يعني. حرفيا مفيش غير كام شركة جامد، 3 4 7، وشركة واحدة بس هي اللي جامد جدا. آم، الباقيين كلهم عاديين، يعني الباقيين كلهم يا ريتهم عاديين. كريم بالتقييم. طب انتوا تقيموهم بكام طيب؟ تدوا السيزون ده كام من 10 بجد؟ بجد ما كانش فيه شركات اللي هو قويه قوي السيزون ده. ف الشركات كلها لا يعني لا بدون تقييم حرفيا. فلا يعني انا حاسس ان هما السيزون ده الصراحه خيش جامد، خيش جامد منهم. يعني لدرجه ان في شركات، بقول لك في شركات معموله بالاي اي، وفي شركات البيتشات اصلا مش مفهوم، في شركات اصلا مش معموله. انا ما لقيتلهاش لوجو يا جماعه، انا جايب وش الراجل اللي كان بيعمل لها بتشايه المؤسس. في شركات غريبه، وفي شركات مش عارفه تسعر -10. فلا يعني انا الصراحه شايف ان طب انتوا موافقين يا جماعه على على التقييم بتاعي طيب؟